نحن في دير مار بهنام وأختي سارة وال40 شهيد اللي يقع في سهل نينوى، وهو دير مهم وتاريخي لهذه المنطقة، ليس فقط لنا احنا المسيحيين لكن أيضا لكل الطوائف اللي تزور وتتشفع بهذا القديس. هذا الاحتفال مهم وخصوصا في هذه الفترة الزمنية اللي احنا نعيش بها، اللي بها مشاكل واللي بها احنا نلتجي إلى هكذا واحات السلام حتى نصلي ونرفع دعائنا لكل ذوي الإرادة الصالحة. بالتأكيد ما فقط المسيحيين فقط من طائفة السريان الكاثوليك يجون للمشاركة، لكن في كل المناطق، لأن هو دير مهم في سهل نينوى في هذه المنطقة، وأيضا حضور غير المسيحيين من بقية الطوائف حتى يشاركونا. وهذه هي بالتأكيد علامة للوحدة وعلامة للجوء إلى الواحة، واحة السلام، حتى نقدر نتعايش في هذه المنطقة وفي بلدنا العراق. نأمل أنه هذا الدير يكون محطة للجميع حتى يكون بالفعل مكان نستقي من عنده الإنسانية والروحية. أريد أذكر شيء مهم، أنه اسم القديس مرتبط بالخضر، وبالتأكيد القرية المجاورة اللي قام عليها هذا دير تسمى بقرية الخضر نسبة إلى هذا القديس، لأن في هذه الفترة ويؤمل المزارعين من هذه المنطقة أنه يجيب الخير والخضار لهذه المنطقة، وخصوصا وقت ما يكون جفاف وما يكون أمطار. ونأمل القديس أيضا في هذه الفترة يجيب لنا مطر وخير لهذه المنطقة. بالله دمشي حارخ ولا وقاند قروة بسم الله. كنت شاتا أصرى بيرخى بشهر بيرخد كانون بمحتفلة بهذا إذا قديشة إذا مار بهنام وخاذ حصارة إذا بريخة، طبعا إذا قميثك محتفلة بقاوح ولدها بيشك محتفلة بقاوح، لأن هذا ديرة أو شفيعة منطقتني لبغداد وكل عراق، فطلبخ بهذا إذا وبهذا يوم بريخة حاصل لي الأمان وسلام بأرن آذي دي لباري منطقة وكل عراق أيضا، لأن بهنام وصارة أنا بخشلي حد إسلامية وباري يوم بريخة يعني مستشهد والهن من أجل ديانة سوريتوثا ودبشوالي سوراي مباطر منا، على الرغم من أنه يالد ملكي يوا وأخني مباطر أربيش مدارة النادي أرأى وباطر نزوح مقيد ليوا باش ديرا ومعتفلق بهذا إذا بريخة وخازخ ناشي حيلة موجودين، لأن بصيخة بهذا يوما لطلن مقداشة زلن فطيران هريسة طبعا ولخمة منح وزلن زيارة لإيتا مار بهنان زلني إلا نبقوب. بالنسبة لهذه زيارة يعني كتشاتي لبهذا يوم، حيث يعني كاثي ناشي مدكواثة بغداد مثواثة خضروانح وحتى يسيم خارج زيارة آخر